موسم انتقالات شتويه هادي على غير العاده، 50 الشاي بتاعتك وتعال. هنبدا بفريق ارسنال البطل القادم للدوري الانجليزي. ممكن الوحيد اللي يخرج من ارسنال في سوق الانتقالات ده نيونيري، لانه ما بياخدش فرصه خالص مع ارتيتا، وبنسبه كبيره مش هيجيبوا اي صفقه لان الفرقه متستبه وتعتبر فرقتين. بالنسبه لي ارسنال الفرقه الاكثر تكاملا في اوروبا. يا حظك يا ارتيتا. بالنسبه لمانشستر سيتي فهو الفايز الاكبر من الانتقالات الشتويه، عملوا صفقتين اتقل من بعض، سيمينيو من بورنموث، جيهي من كريستال بالاس. جيهي السيتي بمعنى صح سرق الصفقه من ليفربول نايم في البلح، قال له هاتوا ب 300,000 استرليني اخلص فيه مدافع يتقل التيم بتاعي. جه ال 300,000 جنيه استرليني دي هيخليه واحد من اغنى المدافعين في الدوري الانجليزي كله، وده كان العائق ان ليفربول تمم الصفقه، لان ليفربول مستحيل يدفع المرتب ده في مدافع الا فان دايك طبعا. بالنسبه لسيمينيو توتو على كبوت وحط ال 65 مليون وقال له ما تريحني من وجع الدماغ بتاع الصيف ده، وخلص الصفقه. وانا بالنسبه لي هي مربوحه جدا للسيتي، يعني صفقه تبني عليها. واللاعب الاشول ما سماش الواد في الكاس اول ماتش جون، في الدوري اول ماتش جون. لكن انا سامع ان ده اخر موسم جوارديولا وحالتكم هتبقى في الحضيض. احب اطمن جماهير مانشستر يونايتد ان اهم موهبه صاعده في النادي ماينو مش هتخرج ولا هتروح اعاره، بعد ما قعدوا المدرب اموريم اكتر من 3 شهور رقدوا على الدكه. باين قوي ان اللاعب الشاب عايز يحارب على مكانه تحت قياده كاري. وخبر سعيد تاني لجماهير مانشستر يونايتد، ان شاء الله مع حد حوش يا عم. خد تاني اخبار سعيده، كاسيميرو اعلن ان هو ماشي نهايه الموسم. اكيد كل مانشستر يونايتد دلوقتي كل جماهير بيصلوا ركعتين شكر لله وحاطين عينيهم على وورتون، خط وسط كريستال بالاس بعد رحيل جيهي. وورتون لمانشستر يونايتد بنهايه الموسم ومدربهم. انا هبتدي اقلق على كريستال بالاس، حاسس ان هم بيسلموا نيمار. يا ترى هنشوفهم السنه الجايه في الدوري الانجليزي ولا لا؟ غير بقى وورتون عندهم إليوت أندرسون، حاطين عينهم عليه، لاعب ممتاز جدا بيلعب في نوتنجهام فورست، لاعب رائع. تشيلسي بقى بيحاول يدعم الناحيه الهجوميه بانس بن حاج موسى، لاعب الجزائري اللي في صراع بينهم وبين مارسيليا عليه. مارسيليا عاملين مشروع لعيبه صغيره بيبنوا فريق قوي، وده حاجه عجباني جدا فيه. اما بقى على ليفربول فبعد خسارتهم لجويهي وبعد ما خدوا على وشهم قلم تقيل قوي، بداوا يجروا ويقولوا احنا ما ينفعش ننتظر للصيف في اي صفقه، خصوصا مع احتماليه رحيل كوناتي في نهايه الموسم. فقرروا يشتروا 2 مدافعين، اقصر واحد فيهم 195 سم، اللاعبين ايفان ندوك نمساوي ومونو نضاي السنغال. انا بشوف ان الصفقتين دول ليفربول يقدر يبني عليهم مع كبر سن فان دايك ورحيل كوناتي وعوده لوين من الاصابه. وهننتقل بقى للليجا الاسبانيه. برشلونه تير شتيجن مشي 6 شهور اعاره لجيرونا عشان يبقى عنده فرصه ان هو يلعب في كاس العالم. وحمزه عبد الكريم يعني في الامطار الاخيره، ممكن في خلال الساعات القادمه تبص تلاقي خلاص انهاء الصف، وده حاجه جميله جدا. كانسيلو قرر العوده مره ثانيه لبرشلونه، وافي جدا، اتنازل عن جزء كبير جدا من مرتبه عشان يرجع برشلونه. بس ده مش انتقال دائم، ده اعاره بس 6 شهور. هتقول لي يا عم طب فين ريال مدريد؟ هقول لك يا عم ما عملوش اي حاجه، ده هم بس طلعوا اندريك اللاعب اللي ملوش لازمه في الفريق، مش هيحتاجوا يجيبوا بداله حد، وريال مش هيدعم باي حاجه في الانتقالات دي. وفي الختام ما تنسيش اللايك المتين والاشتراك الجميل، وفي الختام سلام.